في وسط تونس في منطقة منسية من ولاية القيروان كانت تعيش عائلة بسيطة، دار متواضعة من غير كراهب. الناس في الحومة يعرفوا بعضهم، يسبحوا على بعضهم، يمسيوا، يحضروا في مناسباتهم، أما يتخبوا وقت مصايب. لكن المصيبة هذه كانت متخبية وسط دار واحدة مغطية بسور وباب مصدد، كل شيء فيها بكت الحس. نهار من نهارات ربيع 2022 الجار اللي قدامهم شاف حاجة ما فهمهاش. سمع الصوت يطلع من ورا الحيط، صوت بكى كيما بكى صغير، أما في وجيعة متاع عبد كبير. في أول مرة قال يمكن حيوان، بعد قال يمكن صغير يلعب، أما الصوت قاعد يتعاود والنهار اللي بعده كيف. الراجل مستناش برشا، نهار من نهارات مشي للباب، نادى ما جاوبه حد. دار من تالي ودار من جنب، شاف من الكلوتير متاع الدار قيل باب متاع الكوري حشاكم محلول. برب حس بريحة ما هي شيحة متاع فن حشاكم متاع. شد روحه قرب شوية، سمع صوت متاع امرأة تبكي، لكن مش بكي، عبارة على نحيب صرخة متاع قهرة. خاف من الأول، تردد، أما حاجة في قلبه قالت له ما تسكتش. فرمش تليفونه وعيط للحارس. جاو الحارس كسروا الباب ودخلوا. ظل ما خلت حد يشوف حتى قدامه، وما ريحة كيبور حشاك العفن والغبرة كانت تضرب في الروالي. ضو صغير كي شعلوه كشف الصدمة. في ركن من أركان الكوري مربوطة بسلاسل الحديد، كانت رحمة لابسة محرمة على شعرها، عينها ما يتحركوش، جلدها أبيض مش من نور، ما قالك شمس. كانت ترمش بالسيف، تحاول تفهم. قالت كان بكلام واحد: عاونوني عاونوني. رحمة في أول شبابها كانت تقرأ، كانت تخرج وكانت تحلم. توفى باها كان بتحياتها. جاتها أزمة نفسية، صدمات وتغيرات. وقتها في عظمة يتكفلوا بها عائلتها قرروا يحبسها. الأم والأخ وخاثين كل قالوا عبارة نحياها من الدنيا باش ما يضحكوش علينا، أو بالأحرى باش ما يعايروناش في العائلة. شدوها حبسوها في البلاصة ما يدخلها حتى حد، لا فيها لا فرش لا ضوء لا ماكلة. تعيش كي الحيوان عشاكم، تمشي على الركيبة وتركض على الأرض، تاكل من توف الخبز اللي تعيشوها لها. السلاسل كانت مربوطة في رجلها، أثر أكتر، والزبان والعقارب والبرد والصاينر كل يضرب لها، ما هي ديما صابرة وتصيح كل نهار. فمش ما يسمعها عبد ويعرف اللي هي حية موجودة. الأم كانت تخرج كيما عادتها، تمشي تتسوق، تعاود وتحكي مع جيرانها، تضحك وتلعب. في وسط دارها بنتها مربوطة. خاها اللي كان يقرأ قانون يعرف إنه هذا حبس وتعذيب، أما ساكت، والناس الكل ساكتين. حتى اللي يشوف يقول ما نحبش ندفن، ماهيش مشاكي، واللي يسمع يبدل الموضوع. نهار ورا نهار، عام ورا عام، رحمة لقصت في الحجم، حتى صوتها ولا عبارة على همس. حتى وهي تبكي ما عادش عندها دموع، عينيها حمر وبدنها ضعف كما صار. سنين كان ديم ما شافت حتى عبد، ما قبلت حتى بشر. نهار اللي جي فيه الحارس خرج كان تهز في راسها بشوية، خايفة من الضوء، خايفة من الناس وتحد تهرب ونيش عارفة وين تهرب. طلعوها في الامبيرونس والناس الكل تتفرج، الكاميرا تتصور، والعينين كلها تبكي. اما هي ما عادش تبكي، خاطر وصلت لمرحلة ما عادش كما جنك تبكي. الأم تم إيقافها، الأخ تم إيقافه أيضا، والنيابة العمومية فتحت تحقيق. الصحافة كتبت احتجاز امرأة في ظروف لا إنسانية. الناس تفاعلت، لكن القصة ما بداتش وقت اللي كتبت، بدات وقت تحبست وما حكاها حتى حد. رحمة في السبيطار تحاول ترجع شوية وعي، يحكيوا معاها تجاوب كلمة متقطعة، تحاول تتذكر كيفاش دخلت ووقتاش وعلاش، أما مخها ماهوش مرتب. ال10 سنين اللي فاتوا ما كانوش وقت تفكير وما كانوش مدة سهلة. كانت عبارة على قبر مفتوح. ما نعرفوش اليوم من وصلت الحكاية، هل خرجت، هل اندمجت، وهل تعافت من آثار الصدمة. أما اللي نعرفوه إنه اللي في بلادنا وفي القرن 21 في تونس وبالتحديد في ولاية قيروان صارت حكاية ما تصيرش حتى في أفلام الرعب. رحمة اسمها رحمة، أما ما ضكتش منها حتى قطرة. في بالك